اهلا احباتي، واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المريقه من المريقات الخطيرين اللي سبقت شاركتهم معكم على قناه نكهه مغربيه. هادو المليجات بالبصله طايبين غير بالزبده والكمون، روعه من اعماق المطبخ المغربي التقليدي. غادي نحتاجوا ليها طريفه ديال اللحم، هي تتجي غزاله بالمليجات ديال الغنمي، ولكن الاكيد الا كان عندنا نوع اخر نستعملوه. نزيد عليها بصله وحده مشلضه، ربيطه ديال المعدنوس، شويه زيت العاديه ومرسو كبير ديال الزبده حيت غادي طيب غير بالزبده، ضريسات ديال الثومه، شويه البزار وشويه الكمون حيت غادي نزيد الكمون عاوتاني من بعد، والملح اكيد، وشويه الماء فاش يطيب، ونسد عليه ونخليه يطيب. بالنسبه للبصله غادي ناخذ هاد البصله الصغيره نقيها بهذه الطريقه، نخلي التحتاني مشدود ديالها باش ما تحلش ليا وتشتت. منين غادي نزيدها على اللحم، هنا اللحم منين طاب غادي نحلو عليه، غادي نزيد شويه ديال الكمون باش تبقى ريحته زوينه وطريه، وغادي نزيد ديك البصيله اللي عندي كامله، وغادي نرد الغلاقه، ما نسدش الكوكوط غير نحط الغلاقه باش ما تحلش البصله وما تفركعش، ونخلي حتى طيب البصيله. الاكيد ندوق الا كان خاصها شويه ديال الملحه نزيدها من الفوق باش البصله طيب شاربه الملحه. صافي منين توجد المريقه نقدمها. هي المريقه تجي خفيفه شي شويه، هي بحال القدره، داكشي علاش ما درناش فيها سكينجبير. هي في الحقيقه ماشي بحال القدره، هي راها قدره وقدره مكناسيه. المهم المريقه تجي رائعه بزاف. ديك الربيطه ديال المعدنوس يبقى لنا الاختيار، يا نحيدوها يا نقدموها. هي بيني وبينكم ديك الربيطه ديال المعدنوس ما تنقدموهاش، ولكن حنا حيت غير بيناتنا قدمتها. نسيت ما اكدت عليكم نتوما اللي تنديروا راه تنديروها صحيحه. وبهكا يكون سالا الفيديو ديالنا، حتى نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديده. من هنا لتما خليت لكم من هنا اللي ما يفنى. شكرا وبسلامه.